مميزه جدا، وانا عاوز اشيد برمضان. يعني رمضان بالرغم ان بنتكلم على مباراه الاهلي والزمالك، واكيد انت هتتكلم عليها الاخيره، لكن فعلا رمضان صبحي من اللعيبه الملتزمه جدا. انا سعيد لانه كمان على الكوره هناك يا فندم ما وقفش على الكوره هناك. لا ما وقفش. الكوره بتزحلق هناك. السين بيبقى عاملين ممكن يقف على الكوره وانت مدير فني يا كابتن؟ ما اعتقدش، يعني بيبقى تفكيره. انا لسه هتكلم على الحته دي. رمضان تفكيره ايجابي جدا مع المنتخب الاولمبي، وحتى تفكيره الايجابي تجاه نفسه وتجاه الاخرين. يعني كويس. تجاه الاخرين دي مهمه جدا بالنسبه لي، لان طبعا كون ان انت بيبقى في لاعب موجود في فرقه كبيره زي الاهلي او الزمالك ونجم فيها وبيلعب بشكل مستمر، وبالتالي في السن الصغير ده بيبقى مهم جدا ان هو يبقى ايجابي في وسط مجموعه اصغر منه، في وسط الاعمار السنيه اللي اقل منه. رمضان انا ببقى سعيد لانه بيبقى ايجابي جدا مع المجموعه اللي معاه، بيحفزهم بشكل كويس، اداؤه بينعكس عليهم في الملعب، وفي نفس الوقت هو بيبقى حريص على اداء واداء الاخرين. فيعني وجوده في المنتخب الاولمبي بيبقى بطريقه ايجابيه مفيده جدا. يعني ده الماتش في الاول 1-1. ده ماتش واحد. ده كنت لسه واصلين يا كابتن قبلها بكذا، يعني مش بقى فتره كبيره يعني. وصلنا قبليها بالظبط ب 48 ساعه، وفي نفس الوقت موضوع الجيت ليك طبعا صعب جدا. طبعا لكن كان في تنسيق مع الدكتور، لان يمكن خبرتي في اليابان، يعني سفريات اليابان كاس العالم 3 مرات، لان احنا اول مره لما سافرنا مع النادي الاهلي كان عندنا مشكله كبيره جدا وما رعناش الكلام دوت، فحصل لنا تاثير كبير. المره دي كنت في تنسيق مع الدكتور في حته النوم وحته ميعاد السفر والطياره وان احنا هنوصل امتى، فالادابتيشن حصل بشكل سريع جدا. بان في الماتش الثاني طبعا، فاللعيبه طبعا ما اتاثرتش الحمد لله، كنا واخدين بالنا من النقطه دي يعني.